في رمضان ناس كتير بتبوظ علاجها وهي فاكرة إنها بتقرب لربنا. مريض سكر، مريض ضغط، أو حتى واحد عنده ارتجاع مريء، كلهم بيعملوا نفس الغلطات. تفتكر اللي بتعمله في صحتك في رمضان صح، ولا ممكن تكون بتأذي نفسك وأنت فاكر إنك مأجور؟ الفيديو ده مش عن الصيام، ولكن الفيديو ده عن الصيام الصح. وفي آخر الفيديو هقول لك العلامات اللي لو ظهرت عليك يبقى لازم تكسر صيامك فورا لو كنت مريض سكر، مهما كنت متحمس وعايز تصوم. أنا كل سنة في رمضان باشوف نفس السيناريوهات، رمضان بيدخل، الجرعات بتتلخبط، سكرك يطلع أو ضغطك يعلى أو معدتك تولع، وتبقى قاعد مستغرب إيه السبب في كده. فالنهارده في دقايق معدودة بس هاقول لك كل اللي محتاج تعرفه عن الأدوية في رمضان، من ارتجاع المريء لدواء الغدة بتاعك لأدوية السكر وأدوية الضغط، مين ينفع يصوم ومين لأ، وإمتى الصيام يتكسر فورًا. ونبدأ هنا بالمعدة. المعدة أهم حاجة، لأن رمضان أكل تقيل، أكل تقيل يعني أكل مقلي، حلويات، سحور الساعة 3:00 وبعدها بتحس إن في نار طالعة من صدرك. ولو بتاخد أدوية زي يوميز أو نيكسيوم فأنت عارف إن الأدوية دي بتتاخد قبل الأكل بنص ساعة على الأقل. بس مين فينا بيستنى نص ساعة؟ أنت بتفطر على صوت المدفع أساسا. فيا إما تغير الوقت، لا إما تغير النوع. يعني مثلا ممكن تاخد دواء بيشتغل أسرع زي رابيبرازول، الدواء ده بيشتغل في خلال ربع ساعة. ولو أنت من الناس اللي فعلا بتفطر وقت ما الأذان يقول الله أكبر فأنت عندك مادتين زي الديكستلانزوبرازول أو الفونوبرازان، الاتنين دول مش بيتأثروا بالأكل. بس مهم أوي إنك ما تغيّرش الدوا من نَفْسك، اسأل الدكتور بتاعك. اللي باقوله لك ده توعية بس عشان أعرّفك إن في بدايل، مش بادّيك روشتة ولا أنا باقترح عليك دوا باسمه. ومن المعدة نروح لأهم فئة في رمضان، مرضى السُكّر. تفتكر كل مريض سُكّر ينفع يصوم؟ الطب بيقول لأ، في ناس ما بتنفعش تصوم طبيًا، زي مثلًا الشخص اللي ما بيحسّش بأعراض هبوط سُكّر الدم بتاعته تمامًا، أو اللي جاله غيبوبة سُكّر قريب، أو اللي التراكمي عنده عالي أوي. لو التراكمي بتاعك 12 فأنت محتاج حاجات كتيرة أوي تعملها بدل ما تصوم. وعشان كده الأطباء بيستخدموا حاجة اسمها الDAR risk calculator، هاسيب لك اللينك بتاعها في الوصف، ومش عشان تلعب فيها بس عشان تفهم الطبيب بتاعك بيقيّم الحالة إزاي. وخلّيني أقول لك إن في حاجات أهم من إنك تصوم، زي إنك تصوم صح وزي الأدوية بتاعتك. فالأدوية بتاعتك ليها تعديلات كبيرة جدًا، لو بتاخد أنسولين فأنت كده لازم ترجع للدكتور. ولو بتاخد ميتفورمين زي جلوكوفاج مثلًا، فالجرعة بتتاخد بعد الفطار، ولو بتاخد جرعتين في اليوم، فالكبيرة بعد الفطار، الصغيرة بعد السحور. لو بتاخد حاجة فيها سلفونيليوريا زي الأماريل مثلًا، فالدوا ده بيعمل هبوط في مستوى سكر الدم، ولذلك الجرعة الكبيرة بتكون قبل الفطار. لو بتاخد جرعة تانية بالليل، فلا إما بتتقسم للنُص، لا الدكتور بتاعك بيقول لك skip وما تاخدهاش خالص. ولو بتاخد فوركسيجا أو جارديانز أو أي حاجة من الأدوية اللي بتنزّل السكر في البول، فأنت قدّام حلين. أنت أولًا ما ينفعش تبدأ الأدوية دي قبل رمضان بأسبوعين، وما فيش أي دكتور بيكتبها قبل رمضان بأسبوعين عمومًا، ومحتاج تشرب كميات مَيّة كبيرة معاها جدًا لمّا تاخدها بعد الفطار. ولو تعرف إيه السبب اللي بيخلّيني أنصحك تشرب مَيّة كبيرة معاها، اكتبه في الcomments تحت. ولو عندك أي دوا سكر تاني فجرعته زي ما هي، في الصيام زي في غير الصيام. بس لو عايز تتأكد ممكن تقول لي أنت بتاخد دوا سكر إيه وأنا أقول لك التعامل معاه إزاي في رمضان. بس في سؤال وفي نقطة أخطر من كده، هو إمتى مريض السكر يكسر صيامه؟ تكسر صيامك فورًا لو حسيت بدوخة، زغللة، رعشة، عرق، ولو سكرك نزل تحت 70 أو طلع فوق ال300. ساعتها ما تصعبش الدنيا عليك ولا تتحدى قوانين الطبيعة، اكسر صيامك فورًا. ونيجي لتالت فئة، مرضى الضغط. مرضى الضغط غالبًا قادرين يصوموا لأن هم كده مشكلتهم بس ضغطهم بيعلى. بس توقيت الدوا بتاعك في رمضان مهم. لو بتاخد دوا ما فيش فيه مدربول خلّيه بالليل خالص بعد السحور. طب ولو باخد دوا فيه مدربول أو دوا بينزّل مَيّة من حجم الدم، ساعتها خلّي الدوا بتاعك بعد التراويح، لأن لو قبلها الدوا هيشتغل فمش هتعرف تصلّي كويس لو أخدته على السحور، ولا هتعرف تنام ولا هتعرف تصوم، لأن الدوا هينزّل كمية مَيّة من الدم مش قليلة. أمّا لو بتاخد دوا غدة فاحب أقول لك أنت ممكن تصوم عادي، ما فيش عليك أي مشكلة. بس دوا الغدة بتاعك بيتلكك شويتين 3، فلا إما تاخده قبل الفطار بساعة، لا تاخده بعد الفطار ب4 ساعات. ما تحبّكش الدنيا عليه عشان هو كمان ما يحبّكهاش عليك. طيب مين ما بيصومش؟ في ناس صيامها بشكل عام خطر، زي راجل عنده قصور كلوي متقدم محتاج يرجع للدكتور بتاعه، أو عندك قصور في عضلة القلب والقصور ده شديد نسبيًا، أو لو حصلت لك جلطة من فترة قريبة. وبرضه قطاع من مرضى السكر زي ما قُلت لك إني سايب لك الDarisk calculator تحت. فكل الناس دي تقييمها عند الدكتور، الدكتور بس هو اللي بيحدد، مش أي شيخ هتلاقيه هو اللي هيقول لك. فاحب أقول لك إن رمضان هو شهر العبادة. العبادة عمرها ما كانت ضرر لجسمك. ربنا خلق الدوا زي ما خلق الصيام، وكمان خلق البشر اللي بيحطوا الأدلة والبراهين عن مين يصوم ومين لأ. فلو الفيديو ده فادك اشترك في القناة، ادعمني بلايك،
وحُط comment لذيذ، ولو عندك أي مريض مزمن في البيت أحب إنك تاخد الفيديو ده وتبعته له، مش عشان ييجي لي views بس عشان صحته تتحسن.